السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نوجد معكم لا كريم داموند فايت ليا. شاركتها معكم تقريبا في 2019 الاول ديالو، ولكن قلت علاش لا ما نعاودش نشاركها. والفيديو كان شاف وجربوها بزاف الناس وناجحه مليار في المية. تقريبا احسن مقادير، ماشي تقريبا، راه احسن مقادير كاينين. هذه هي الطريقه الوحيده باش كتوجد لا كريم داموند، هي ما كتباعش. يعني ما عليكم غير توجدوها في داركم. فاش كتصلح هاد لا كريم داموند تقدروا تعمروا بها دي كرواسون. تشريو بتي بان ديال درهم ولا 2 دراهم ولا 3 دراهم، خاويه ناشفه ما فيها والو، وتعمروا بها هاد لا كريم داموند. كتولي بتي بان ساويه الثمن ديال بصح وبنينه بزاف. مثلا انا كنصوبها غالبا كيبغيو يفطروا بها، كناخذ دي بتي بان بحال هكا كريويسات عاديين، واخا كيباتوا ما كاين حتى مشكل. كناخذهم كنخليهم عندي في الفطور. كتكون عندي لا كريم داموند كنخليها في الفريغو، وهادشي كامل غادي نشاركو معكم في هذا الفيديو. وكنعمرها ليهم، كتعجبهم بزاف بزاف في الفطور. كيف ما قلت لكم بحال احسن من ديال الزنقه، لان بعض المرات الزنقه كيقول لك فيها لا كريم داموند كتلقاي فيها الريحه ديال شي كريم ومستبطله على كريم داموند. المهم غتقدروا ديروها في دي ميني تارتليت، في دي تارت كبارين. ديروها في غير في لاباط فويتي وتجيكم بحال دي شوسون عامرين بلا كريم داموند. متعدده الاستعمالات. احسن وصفه غادي نجربوا هي هذه. غادي ندوزو نشوفوا المقادير هما الاولين. بالنسبه للمقادير هنا عندي انا كميه كثيره، لان قلت لكم كنحتاجها، ما بغيتش نبقى كل سيمانه كنصوبها. غادي نخليها عندي في الفريغو، وغادي نعطيكم نتوما كميه قليله. يعني هادشي اللي كتشوفوه ماشي هو هادشي اللي موزون. هنايا عندي 200 غرام ديال الزبده. من الاحسن تكون الزبده المزيانه حيوانيه، من الاحسن 200 غرام ديال الزبده، ولكن تقدروا ديروا الزبده العاديه. الا بغيتو كاليتي واعره الزبده الحيوانيه، بغيتو عادي ماشي مشكل. 200 غرام ديال الزبده، 200 غرام ديال اللوز. خديت انا هاد اللوز العادي البلدي، خديته ومسحته مزيان مزيان. ومن الاحسن كنقيه هكا حبه على حبه. علاش؟ كيكون فيه القشور ديالو كيتغلطوا لك مع اللوز، وملي كطحني ما كيطحنوش هذوك القشور. والحمد لله اللي ما كيطحنوش باش ما ناكلهمش. ما كيطحنوش وكيبقاو لك كيبقاو فيها. من الاحسن انا كنقيه وكنمسحو عاد باش كندوز نطحنو. عندي هنايا قلنا 200 غرام. 200 غرام. بالنسبه للسكر سنيده عندي 3 المعالق كبارين، عبروا 3 المعالق. بيضه، بيضه عاديه. وعندي 40 غرام ديال دقيق الفورس، الدقيق الابيض 40 غرام. غادي نحتاج الفاني، وغادي نحتاج شويه من الروح ديال اللوز. ولا ما كانش عندكم ما ديروهاش، حنايا عندنا غرض باللوز. هذه ما ندرحهاش، هذه ديال بصح. غادي ناخذ 200 غرام ديال اللوز نطحنوها. انا هنايا ما نيلتهاش بزاف بزاف، هي راها مطحونه ولكن ما خليتوش تيتعجن، حيت بغينا داك المذاق ديال اللوز يبقى باين. اللي بغى يدير لا بودغ داموند يمكن ليه، اولا تاخذوا لوز افيله وطحنوه. واللوز بلا قشور ما كاين حتى مشكل، غتجيكم طبيعه الحال في اللون فاتحه على اللون اللي غتجيني انايا. من بعد غادي ناخذ هاد الزبده، ضروري ومؤكد انها تكون هكا لينه بحراره ديال المطبخ، باش ما تعذبكمش وما تبقاش لكم طراف كبارين. وغادي نقطعها بحال هكا. انا كنقطعها باش نسهل عليا الصراحه. قلنا 200 غرام ديال الزبده، غادي نزيدو عليها 2 معالق ديال السكر سنيده. قلت لكم 3 لان قلت لكم الكميه اللي عندي ماشي هي اللي كتشوفوا. 2 معالق كبارين ديال السكر سنيده. بيضه. وهنايا غادي نديرو واحد شويه د المجهول. بعد ما خلطتها شويه غادي نزيد دقيق الفورس، وغنزيد نخلط مزيان مزيان. من بعد غادي نزيد فاني اللي كتعجبني بزاف بزاف، وبالاخص في هذه الوصفه كتجي واعره هي هذه. غادي ندير تقريبا واحد نص معلقه. ما غاديش نكثروا فاني بزاف، هي مزيانه باش تهبط لينا الطيبه ديال الزبده والبيض. ما نكثروهاش بزاف بزاف.
وعاوتاني ضروري نديروها. اما بالنسبه لروح اللوز يا اما ما نديروهاش يا اما نديرو بحال هكا طريقه صغيره. ما بغيناش هاد المذاقات يغلبوا على المذاق الاصلي ديال اللوز. صافي غادي نزيد واحد التخليطه خفيفه هكا، وفي التالي غادي نزيد اللوز. وهنايا غادي نخلط غير بمعلقه اولا بشي سباتول على هاد الشكل، حيت الفوي غادي يتقال مع اللوز. وصافي الكريمه ها هي واجده كيف ما شفتوا، ما كاينش ما سهل منها، حاجه ديال الدار ما كاينش ما احسن منها. هنايا غير نهضروا شويه كيفاش الا كنتو غادي تخدموا بها في هذاك 3 ايام 4 ايام 5 ايام، لان حنا دايرين بيضه وهذيك البيضه تقدر تضيعها. الا كنتو غادي تخدموا بها والثلاجه ديالكم مزيانه في هذيك 3 ايام تخليوها في الثلاجه لتحت. اما الا كنتو بحالي كتحتاجوها على مرات مقطعين، غادي نديروها في طويسات بحال هكا، تقسموها في طويسات بحال هكا. انا هادو نيت هما اللي كندير فيهم، وكديروها في المجمد ملي فقلت لكم ملي كتجبدوها من الفريكو كتجبدوها بحال هكا تماما، ما كاينش الفرق. كريم بوماد هكا، ما كتحتاجوش تسناو هاد ديكونجلا اولا تجبدوها بالليل، تجبدوها نهار بنهارو اولا ساعه بساعتها. غادي تنفعكم بزاف. الا كانوا جايين عندكم مثلا ضياف وعندكم بات فريتي، عمروا بها غير البات فريتي دخلوها للفران وغتعطيكم كريويسات زوينين. هادشي كامل اللي كنقول لكم انا فمي غادي نخليه لكم